ازاي ابقى شاطر في الهندسه الصوتيه؟ في اعتقاد خاطئ ان الهندسه الصوتيه مرتبطه بس بالبرامج اللي بنشتغل عليها، مع ان في حاجات كتير محتاج تشتغل عليها قبل ما تدخل الريكورد بتاعك في البرنامج. احفظ المعادله دي كويس، تيك مظبوط بيساوي معالجه مظبوطه. ما ينفعش يكون في عندك مشكله في التسجيل نفسه وتاخد المشكله دي تعدل عليها، اكيد النتيجه مش هتكون مرضيه. علشان تسجل لازم تتاكد من العزل بتاعك، المعدات اللي بتشتغل بيها، وعلى حسب مدى احترافيه العزل اللي معاك ظبط حساسيه المايك زائد طريقه وقوفك قدام المايك نفسه. وهعمل لكم فيديو مخصوص نشرح فيه طريقه العزل الصحيح. بعد ما تاخد تيك مظبوط هتبدا تعالج الصوت بتنقيته من الترددات اللي بتدخل في شكل نويز، واضافه الفلاتر اللي بتبرز حلاوه الصوت مش بتغيره، واضافه المؤثرات الصوتيه على التسجيل علشان يطلع في الشكل النهائي له. الهندسه الصوتيه مش كتر اضافه فلاتر ومؤثرات، انا دايما بشبهها ببنت بتتصور بفلتر تقيل شكلها حلو لكن مش هي، او ميك اب اوفر يلغي الملامح تماما. الاساس ان يتحط ميك اب خفيف يبرز ملامح الوش مش يلغيه تماما. وبالتالي الفلاتر على صوتك مهمتها ان هي تبرز حلاوه الاصل مش تلغيه. انا عايده طاهر فويس اوفر، هكون معاك خطوه بخطوه في رحلتك للتعليق الصوتي.